سلام، معكم سارة. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم مجددا في قناتكم وصفة من وصفاتي السهلة والاقتصادية اللي عودتها عليكم. اليوم رانا في خانة المملحات، راح نديرو سوفلي بعجينة جد سحرية وسهل وناجح 100%. تبع معي نبداو مباشرة في طريقة التحضير والمقادير. اول حاجة نجيبها هنا، نجيب ريسيبيون ندير فيه 2 كيسان الماء يكونوا دافين، الكاس العادي تاع الجي، ونجيب هنا كاس صغير تاع تاي زيت، عندي بيضة كاملة، وعندي 2 مغارف تاع حليب بودر اللي هو لحظه، وعندي مغرفه بهذا الحجم تاع خميره الحلوى، ونفس المغرفه خميره الخبز، وندير الكميه المناسبه والله المعتاده تاع الملح. نجي نخلط كلش مع بعضه. بعد ما نشوف الكميه هذه كامل امتزجت في بعضها، نجي نضيف لها مغرفه ونص تاع سكر عادي. انا هنا البنات كنت ضفت بهذيك المغرفه، ولكن الكيل الاصلي هو مغرفه ونص كبيره نتاع سكر. نكمل نحرك مليح حتى نتاكد بلي هذاك السكر تاعي ذاب، ونبدا مباشره نضيف لافارين. الكميه تاع لافارين الكامله ل2 كيسان تاع الماء هي كيلو سوا على حسب لافارين راح تختلف ما بين نص كاس 4 كاس. نبدا نضيف بالكاس، انا هنا دات لي 4 كيسان ونص ما يعادل كيلو كامل. نبدا نضيف بشويه ونحرك بالفوي. كي نشوف العجينه بدات تتماسك ولا بدات تشد روحها مليح، نجي نستغنى عن الفوي ونكمل بيدي. نبدا نضيف تدريجيا كما قلت لكم يا البنات، ما تضيفوش الكميه كامله، تضيفوها على دفعتين، ضيفوها على حوالي 5 دفعات او 4 دفعات ونص كما راكم تشوفوا في لا فيديو. انا هنا ضفتها على 4 دفعات، والدفعه الاخرى كانت فيها نص كاس. نلم بشويه ونحاول نعجن، نبروفيتي في الوقت اللي راني نلم فيه العجينه تاعي وندخل لافارين في السوائل نعجنها مليح. هنا البنات نكمل غير بشويه، هنا بدات لاباط تجد لي روحها، راني نضيف غير بشويه هذاك الكاس ونص اللي بقالي. العجينه بزاف سهله يا البنات وناجحه وتعطيك نتيجه جد خياليه. جيت حطيتها في البلانتو طرافاي، ونبدا هنا البنات نعجنها مده 5 دقائق كاملين. انا راح تاخذ منك شويه مجهود، اذا حبيتي ديريها في البيترون حاجه عاديه راح تسهل عليك الوقت والجهد ثاني. بعد ما نكون عجنتها يا البنات ويولي لي هذاك السطح كامل املس، نجي ندهنه بشويه تاع زيت، ما تكثروش يا البنات، حوالي لمسه باك من الزيت، ونحطها في كيس غذائي ونخليها ترتاح لي مده ربع ساعه. في هذه ربع ساعه يا البنات انا جيت بروفيتيت ودرت صوص طوماط وحضرت الخلطه تاع الدجاج. صوص طوماط درت فيها فلفل كحل، طوماط رابي، ملح، وشويه زنجبيل وشويه ثوم، ومغرفه كبيره تاع طوماط كونسونطري. نجي نحرك كلش في بعضه ونخليها اللي طيب لي في 4 مغارف تاع الزيت. هذه لاصوص سهله تاع الطوماط. نجول التتبيله تاع الدجاج، درت لي زيبيس كامل اللي عندي، فلفل كحل، عكري، ثوم، زنجبيل، كركم، وشويه تاع الكمون. درت مغرفه كبيره تاع الخردل ونص مغرفه تاع هريسه والله طوماط كونسونطري، ونخليهم يطيبوا لي. هنا في ذيك ربع ساعه نرجع لاباط تاعي بعد ما كانت ارتاحت لي شويه، وشوفوا البنات كيفاش زاد طلقت روحها ولات ليس. نجي نقسمها على 2، وهذا الجزئين تاع لاباس كل واحده نجي نقسمها على 6 ولا على 7. انا هنا دارت لي 12 حبه، كانوا الله يبارك كبار الحبات هذوما. وانت تقدري تتحكمي في الحجم تاع الحبه، ولا تقدري ديري هذه الكميه تاع لاباس كامله، ديري واش راكي حابه من الحبات تاع السوفلي، وتخبي لاباط الاخرى في الكونجيلاتور. هذه هي الحاجه المليحه يا البنات اللي فيها، تقدري تستحضري بها في الكونجيلاتور، ولا اذا بقات لك تقدري ديريها بيتزا، تقدري ديريها اي نوع من المملحات اللي تستخدم بهذا لاباط. هنا البنات بعد ما درت هذو لي بول، قلت لكم كانت عندي 12 وحده، انا هنا حطيت غير 10 والاخرين راه مليها. نجي نغطيها بالكيس الغذائي وندخلها الفريجيدير مده البنات نص ساعه. هذه الخطوه تاع دخليها الفريجيدير راح تعطيك واحد الطراوه من بعد، وتعطيك واحد السطح منتفخ كما شفتوه في بدايه الفيديو. لازم تغطيها بيان باه ما تهزليش الريحه تاع الفريجيدير وما تنشفليش لاباط تاعي من فوق. هنا بعد ما كانت طاب لي الدجاج، طابت لي لاصوص، جيت رابيت الفرomاج رابي اللي نستعملو. انا نستعمل شيدار الاميره، نوعيه بزاف هايله وذوب فاسيلمون. عندي هاد الشرائح كانوا في الفريجيدير ماهمش ضروريين، وراح نستعمل هاد التحضيرات تاع الجم بزاف بنينه. تقدري تستعملي ثاني تحضيرات تاع الجبن اللي تخدميها في الدار. وراح نضيف لها شويه كريمه سائله للطبخ ثاني راح تخليها تجي مشمخه من الداخل وبزاف هايل. هنا البنات بعد ما ارتاحت لي لاباس في الفريجيدير نجي نجبدها، نرش البلون دو طرافاي تاعي بشويه تاع لافارين، ونجي نحلها بالحلال. نحلها البنات حتى ترجع لي رقيقه.
نقولكش انا رقيقه بزاف حتى ما تقدريش تحكمي فيها، وشويه رقيقه ما نخليش لاباط تاعي خشينه باش من بعد تجيني من الداخل فارغه وتجيني هشيشه. نجيب هنايا بابي كويسون باسكو كي راح نحشي دوكا حبه سوفلي ما نقدرش نرفدها، راح تولي مرخوفه بالبزاف ما تشدليش روحها. نجي هنا نابليكي كامل هذوك المقادير اللي كنت طيبتهم ولا واش كنت راح ندير لداخل. انا نعطيكم افكار وانتي البنات تقدري ديري واش حبيتي لداخل، حبيتي ديري طون، حبيتي ديري كومونبير، حبيتي ديري لافيونداشي، واش ما عندك تقدري ديري. وشو هنا البنات كيفاش تو انا هنا صوص طوماط والله المكونات اللي كنت حشيت بهم ما كنتش قربتهم للحاشيه، عفوا خليت حوالي 2 سنتيم. نجي في 1 سنتيم هذاك الاول نجي ندهنو بالماء باش لاباط تاعي تلصق لي، وكي ندخلهم للفور ما تتحليش باسكو كيما قلت لكم البنات راح تتنفخ الحبه بالبزاف، لذيك لازم في هذه المرحله نكليكي بيان باه ما تحليش. ونجي ندير الضفيره المعتاده. البنات اللي يتبعوني راني درتها معكم في اكثر من فيديو. هذه الضفيره سهله البنات ما تاخذش وقت، انا درت معكم هنا في الفيديو غير حبه باه ما نطولش عليكم لا فيديو وتملوا. اذا حابين تعاودوا تشوفوا الطريقه تقدري ترجعي لور وتعاودي الفيديو. نجي هنا بعد ما كملت الكميه تاعي كامل، انا استعملت 10 حبات والاخرين استحفظت بهم في الثلاجه. المول تاعي دالي 5 حبات كنت طيبتهم على دفعتين. نجيب هنا 2 صفار بيض، شويه فلفل عكري حلو، وكميه تاع الحليب باه تخفف لي الصفار عفوا. ونجي ندهن الحبات تاع السوفلي. هنا البنات كي كنت انا نحل في الحبه تاع السوفلي كنت شعلت الفور لازم يكون سخون باه يطيبوا لي الحبات ثمثم، ما نحتاجهمش انا يطولوا لي راح يبسوا يا البنات. نديرهم في الرف الوسطاني جوست ما يطيبوا من الفوقه نشعل عليهم، عفوا جوست ما يطيبوا من تحت نشعل عليهم من الفوقه، وغير نخرجهم وهما سخونين يغلوا ندهنهم بشويه زيت الزيتون. هذه اللمسه خرافيه ولا واحد راح يعرف السر تاعها. كي ذوق الحبات تاع السوفلي هنا شوفوا الحبات بعد ما طابوا جاو ما شاء الله جاو الخفه. شوفوا البنات كيف جات الحبه منتفخه، ديجا المنظر وحده ولا الصوره وحدها راهي تشرح في نفسها. نجي نقسم معكم حبه ونشوفوا كيفاش جات من الداخل. الوصفه كما قلت لكم يا البنات بزاف سهله وناجحه، ان شاء الله يا ربي تجربوها. وما تنساوش البنات اللي جداد معايا ديروا ابوني وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وتخلوا لي هذاك البتيجام وتبارطاجيو يا البنات لا فيديو باش هكذا تكبر العائله تاعنا ونستفادوا كامل.